السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحة واحسن حال. حبايب قلبي، النهاردة جايلكم فكرة جميلة جدا لشوي الفراخ، ولا نشويها على الفحم ولا هنحتاج دخنة ولا نحتاج اي حاجة، نشويها بمكون واحد بس. تحفة، هيخلي الفراخ بتاعتنا طرية وجميلة جدا وجوسي كده وزي العسل. تابعوا معايا للفيديو حبايب قلبي علشان خاطر تستفيدوا منه، والفيديو فيه فكرة جميلة جدا هتعجبكم ان شاء الله وتنور رضاكم. يلا تعالوا نشوف احنا عملنا الوصفة بتاعتنا ازاي. معايا هنا كوباية زبادي، ودي اللي هتخلي الفراخ بتاعتي طرية جدا لاخر قطعة. معايا كمان كمون وفلفل اسمر وملح وبابريكا وتوم باودر وتوابل فراخ، من كل حاجة معلقة صغيرة. كوباية زبادي، ومعايا كمان معلقة كبيرة عسل نحل. كوباية زبادي مع عسل النحل تحفة. ومعايا بصلاية مقطعاها رفيع كده وممكن كمان تبشريها. ومعايا معلقة خل كبيرة ومعلقة زيت. بس هي دي التوابل بتاعتي، لا اكتر ولا اقل. المكون اللي قلتلكوا عليه اللي هيخلي الفراخ بتاعتك طريه جدا، كوبايه الزبادي ومعاها معلقه عسل النحل. يا سلام على الجمال. بصوا بصوا الخلطه بتاعتي قلبتها كويس جدا وطعمها في منتهى الجمال. قوامها حلو جدا على فكره. انت ممكن تبشري البصلايه او تقطعيها زي ما انا مقطعاها، مش هتفرق خالص. الخلطه دي جميله جدا، ممكن تستعمليها لشوي الفراخ او شوي اللحمه، او كمان لو انت عايزه تتبلي بانيه وهتشويه هتشويه بنفس التتبيله دي، او كمان للشيش طاووق حاجه كده تحفه. بس واحنا بنتبل الشيش طاووق مش هنحط البصل في التتبيله، حاجه كده جميله وتحفه وفاخر من الاخر. معايا بقى هنا حبايب قلبي اوراق فراخ. همسك بقى كده الورك بتاعي وهبدأ بقى كده ايه، اتبله بالتتبيله بتاعتي. انا هنا لقيت المعلقه يعني هتضايقني شويه، فقلت هعملها بايدي وايه واتبلها كويس جدا، بحيث ان انا ابقى واثقه ان انا تبلتها كويس. ممكن على فكره تعملي التتبيله دي بفرخه كامله زي ما قلت لك، او فرخه شيش لو هتشويها، وكمان البانيه. همسك بقى الاوراق بتاعتي كلها اتبلها بالتتبيله دي من بره ومن جوه. طبعا الوراق انا غسلاها كويس جدا بالملح والليمون ونقعاها فيه ومخلياها جميله ونضيفه زي ما انتم ما شايفين. هاتي بقى الاوراق بتاعتك من تحت الجلد ومن جواه ومن بره كده وشربات التتبيله لحد لما هي كلها تبقى متشربه من التتبيله. بس كده. سيبي بقى الفراخ بتاعتك منقوعة من مدة ساعة لساعتين، عبال ما انت بتجهزي حاجتك وتروقي شقتك يكون هي شربت من التتبيل. او لو هتعملي وصفة معاها تاني او بقية الغدوة بتاعتك حضريها عبال ما هي ما تشرب من التتبيل. انا عن نفسي سبتها ساعتين تلاتة عقبال ما خلصت كل حاجة ورايا. بعد كده جبتها ورحت ماسكاها مغطياها بورق فويل، بحيث ان انا ورق الفويل يكتمها، ولما ادخلها الفرن تستوي كويس جدا وما تنشفش مني. دخلتها على فرن سابق التسخين على درجة حرارة 180 في الرف الأوسط لمدة ساعة. جبت ورق الفويل وهغطيها كويس جدا بالشكل ده كده. ولو انت هتعمليها بقى في صينية عادية ألمونيوم أو أي نوع تاني ممكن تغطيها بغطا حلة، مفيش أي مشاكل. أنا كده غطيتها ودخلتها الفرن على درجة حرارة 180 في الرف اللي في النص. خدت ساعة بالظبط. من بعد النص ساعة الأولانية بدأت عينت ورق الفويل وسبتها علشان تحمر. خلوا بالكم أنا مشغلتلهاش الشواية خالص، سبتها تحمر منها فيها من سخونية الفرن. طلعت في منتهى الجمال، كهرمان. بصوا شايفين؟ جميلة جدا، جوسي وطرية وحلوة قوي، وكان طعمها في منتهى الجمال. كوباية الزبادي مع معلقة العسل فرقت جامد جدا. شايفين الفراخ بتاعتي جميلة ازاي؟ ولا حق ولا مزرقة ولا لونها متغير ولا اي حاجة. الفراخ بتاعتي جميلة جدا وطرية، وعايزة اقول لكم الطعم حكاية. اتمنى ان انتوا تجربوا الفيديو بتاعي النهاردة، ولو عجبكم اضغطوا لنا لايك وشير وسبسكرايب للقناة، واللي اول مرة يشوف القناة يشترك ويفعل زر الجرس علشان يوصله اشعار بكل فيديو جديد احنا بننزله. اللايك يا حبايب قلبي بيدعم الفيديو بيوصله لاكبر عدد من المشاهدين. استودعكم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.